نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ثم نصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم برنامج أعلام ومناسبات في جزء عامة. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة في قصة أصحاب الأخدود، ولم نكمل مناسبة وهذه القصة والتي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأخدود من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. وكنا قد تكلمنا وأخذنا العبر والتطبيقات العملية في حياتنا اليومية، والقرآن أنزل ليتدبر وليعمل به. هكذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كنا نحن سنقرأ سورة البروج نعيدها، ثم سنقرأ حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل ما توقفنا فيه في الحلقة السابقة. بعد ذلك سنشرع في قراءة هذه السورة الكريمة المباركة، سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه السورة الشريفة الكريمة سورة البروج ورد في قصة أصحاب الأخدود من حديث
صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه أي الغلام إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، أي قعد هذا الغلام إلى هذا الراهب فسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، أي ضرب الغلام، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب للغلام: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، أي كنت عند أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، أي كنت عند الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم، أي غلام: أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا هذا الغلام، فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها، أي رمى هذا الغلام الحجر على هذه الدابة فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، أي أتى هذا الجليس المقرب عند الملك الأعمى أتى إلى هذا الغلام بهدايا كثيرة، وقال له: ما ها هنا لك، أي كل هذه الهدايا لك، إن أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: فإني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن آمنت، هذا شرط الغلام لجليس الملك الأعمى، فقال له: إن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه، أي الملك أخذ جليسه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، حتى قال أن الذي علمني الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. وهنا أعزائي المشاهدين كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة، هنا في منتصف هذا الحديث الشريف الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الأخدود. من هنا سنستكمل هذه الحلقة ونأخذ العبر فيما تبقى من هذا الحديث إن شاء الله. الحديث: فقال الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. وهنا أعزائي المشاهدين بظن الملك وظن أهل الطغيان وأهل الدنيا بأن الكلام الذي يشفي هو سحر، وأن كلام الله سبحانه وتعالى ودينه هو سحر يسحر الناس، كأنه طلاسم
من الكهنوت أو تعوذات وتخرصات يلقيها هذا الرجل أو هذا الغلام على الناس فيشفي، وكأن هذا الكلام هو كلام طيب من رب سبحانه وتعالى، يقبل الطيب وهو الطيب سبحانه وتعالى. وهكذا هم أهل الطغاة، وهكذا أهل الفسق والضلال، وهكذا هم أهل النفاق والظلم، يرون أن من يقول قول الحق وأن من يؤثر كلامه مؤثر ويصل إلى مسامع الناس إلى الفطرة السليمة بأنه ساحر. وهكذا ما فعلوه كفار قريش وجبابرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه كلامه سحر، وقالوا بأنه كلامه من أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا أن كلامه من الكهنوت، وقالوا أن كلامه من طلاسم الجن. وهكذا في كل خير يؤثر على الفطرة السليمة ويدعو فطرة الناس إلى الرجوع إلى الفطرة السليمة وإلى الدين الحق القويم، يدعوه أهل الطغيان والفسق والمجون بأنه سحر، بل بأن صاحبه مجنون وساحر. من قيل له في ذلك فليبشر بأن كلامه هو الحق وأنه على طريق الخير والاستقامة بإذنه سبحانه وتعالى. قال الملك: أي بني قد بلغ من سحرك هذا التأثير، تأثير الكلمة الحق، بأن كلمة الحق أعزائي المشاهدين إذا خرجت من صاحبها فإنها تطير إلى عنان السماء وإلى أرجاء المعمورة، لأن كتب لها الانتشار. هذا هو الدين، دين الله سبحانه وتعالى، كتب له الانتشار، لا يرده ولا يحجبه. هل يستطيع أحدنا أن يحجب ضوء الشمس؟ كلا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والشاهد بأن كلمة الحق إذا حملت بالإخلاص وحسن النية والمقصد وصلت وطارت ونال صاحبها من الأجر العظيم، وإلا فما فائدة الحق أن يكون حبيس الصدر خائفا مرتعبا من أهل الطغاة والكفر والنفاق والذين لا يحبون كلام الله سبحانه وتعالى. كلمة الحق هي قوية في ذاتها، قوية من استمدادها من مصدر الحق وهو سبحانه وتعالى. حري بمن اتصف بهذا بأن يقول الحق، والحق أحق أن يتبع. قال الساحر: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. كذلك من الفوائد، ثالث فائدة من هذه العبارة، بأن الإنسان يستعمل ما أمكن وما أوتي من مواهب وهبه الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الحق، ولا يدخر ولا يألو جهدا إلا أن يوصل كلام الله سبحانه وتعالى ودينه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أرجاء المعمورة. ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر: من سن سنة كانت له أجرها وأجر من تبعها أو من عملها في معنى الحديث. وهكذا أعزائي المشاهدين، بأن الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على ما معه من خير، على ما معه من خير. قال: قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل ما تفعل. فقال الغلام للملك: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. قول الغلام في مقولته بأني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا ينسب إلى نفسه كمال الخير، بل ينسبه إلى رب الخير سبحانه وتعالى. الخير المطلق والخير المحض هو سبحانه وتعالى، ولا ينسب الإنسان إلى نفسه ولا يدعي، لكن يقول أن لا أشفي أحدا لكني إنما يشفي الله تعالى، وأن نحن أعزائي المشاهدين نحن أسباب والله هو المسبب.
نحن أسباب والله هو المسبب. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث في دعائه وفي أذكاره المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان لا ينسب الخير المحض إلى نفسه ولا ينسب الكمال إلى نفسه، بل ينسبه إلى من هو أحق وهو ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كذلك إشارة على التواضع من الداعية، من الإنسان صاحب الحق، من المرأة صاحبة الخير وصاحبة الفضيلة والتي تدعو الناس أن تتواضع. من تواضع لله رفعه. ديننا دين سمح، دين يدعو الناس على شتى طبقاتهم وعلى شتى مشاربهم، ندعوهم بتواضع. ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين، ومن قبله رسل الله وأنبياؤه صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه، أي يعذب هذا الملك الطاغي، يعذب الغلام حتى دل على الراهب، فلم يزل يعذبه. هل وردنا في هذا الحديث بأن غلام حديث سن، هل وردنا بأنه أخذ بالرخصة وقال كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لم يردنا والله. هل وردنا بأنه تقاعس؟ هل وردنا بأنه قد ارتد؟ لا والله، بل كان ثابت الجنان والأركان هذا الغلام، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. وهنا أن الملك خاف من أصول الإيمان ومن أصول الخير بأن تنتشر في عهده، خاف فدل الملك، أخذ من بداية السلسلة إلى أعلاها. أعلى السلسلة الذي علم الغلام هو الراهب، والغلام علم بدوره، علم جليس الملك الذي كان قد عمي. فلم يزل هذا الملك من خوفه أن يريد أن يجتث جذور الخير وألا تصل إلى الناس، فأخذ يعذب جليسه، ثم دل على هذا الجليس، دل على الغلام الذي بأمر الله سبحانه وتعالى شفاه، فلم يزل يعذب هذا الغلام حتى دل على الراهب. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقال ارجع عن دينك. وهذا هو حال الطغاة، وهذا حال الكفرة، أن لا يريدون ربا غيرهم، أن يكون ربيب النعمة لأناس تحتهم إلا هم. وهكذا فرعون قال: يا فرعون يقول: ما علمت لكم، يخاطب قومه يقول: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان. فرعون يدعي الربوبية بأنه هو رب الناس، وكأنه هو خالقهم، وكأنه هو رازقهم. فقال الملك، فلم يزل يعذب الراهب، فقال له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار، تخيلوا أعزائي، فوضع المنشار، هذا الملك الطاغي، فوضع المنشار في مفرق رأس هذا الراهب والغلام ينظر، فلم يزل يعذبه حتى شقه إلى نصفين. وكل ذلك والغلام قائم ينظر. كل ذلك أن الملك طامع في أن يرتد هذا الغلام عن دينه لكي لا يؤمن به الناس، فشقه حتى وقع شقاه، يعني النصف هذا كله وقع إلى نصفين. فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. لاحظوا أعزائي المشاهدين، كل ذلك خوفا
من أثر الدين. أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ودينه الذي يحمله بين جنبيه وفي صدره. هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمعتقد الذي نعتقده في ربنا سبحانه وتعالى وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي دينه المستقيم هو الذي يزلزل عروش الطغاة، هو الذي يخاف منه أهل الطغيان بأن يؤثر هذا الدين على العبيد الذي اتخذهم الملك أو اتخذوا أهل الطغيان والفجور. خوف، ارجع عن دينك، وليس ارجع عن طريقتك في قول الحق، وليس قولا ارجع عن كلام ما تداوي به وتشفي به الناس، كل ارجع عن دينك. وكأن الملك ظن أن هذا القول وهذا المعتقد وهذا الثبات واليقين إنما هو ثبات على دين، وإلا الإنسان الذي لا يحمل دينا في قلبه ولا يحمل معتقد ولا مبادئ ولا قيم مستمدة من دينه إنسان لا يصبر على العذاب، فضلا لا يصبر عن رؤية العذاب، عن رؤية من يعذبون، فضلا أن يصبر على تعذيبه هو. لذلك وهذه إشارة إلى أن هذا هو الدين الحق الذي يعذب فيه أهله. ولنستمع قول أبي سفيان لما قابل أبو سفيان قابل هرقل ملك الروم، فسأله أسئلة. من ضمن الأسئلة أعزائي المشاهدين، وهذا كان في عهد الصحابة، من ضمن الأسئلة سأل هرقل لأبي سفيان، قال له: هل يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله أمارات وأسئلة معينة محددة تدل على أن هذا هو نبي وأن دينه هو دين الحق. قال هرقل لأبي سفيان: هل يرجع أحد عن دينه سخطة له بعد أن دخل فيه؟ أي هل يرجع أحد من الناس بعد أن دخل دين الإسلام سخطة وكرها وبغضا في هذا الدين بعد أن دخل فيه؟ قال لا. أبو سفيان قال لا. فقال هذا الملك، قال: وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. هكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان. فاصل أعزائي المشاهدين، وطوبى للمستغفرين. من يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. للأطفال عالم خاص بهم
يعيشون في حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات، والإبداعات. عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم. ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم مانجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. خلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. خلينا للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عدنا لكم أعزائي المشاهدين. كنا قد توقفنا في قول الملك لهذا الغلام: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، أي ألقوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. هل استسلم الملك؟ لا، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، أي في قارب، فاذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع، أي اذهبوا به إلى وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، أي انقلبت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك لما علم الغلام أن الملك سيستمر في مسلسل التنازل والتعذيب والإرغام بالقهر والقوة، فقال الغلام للملك، فقال له الملك: ما فعل أصحاب؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. هذا طلب الغلام، قال: إن أردت أن تقتلني أيها الملك فاجمع الناس في صعيد واحد، في مكان واحد منبسط، صعيد منبسط، أرض مستوية، لكي ينظر الناس. فجمع. قال الغلام: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني في جذع، أي اصلبني في جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. تخيلوا أعزائي المشاهدين بأن هذا الغلام يطلب شرطا لكي يقتل، يدل الملك على طريقة قتله بالتفصيل وأمام الناس
في مكان واحد منبسط لكي يرى الناس كله، ويقول له طريقة قتلي بالتفصيل، أن تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم تقتلني. فسمع الملك وضاق به ذرعا من كثرة محاولة أن يتنازل وقهره، ولم تفلح جميع محاولاته، فكأنه يقول ولم لا أجرب هذه الطريقة. فجمع الناس مثل ما قال، ووضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس لما رأوا هذا القتل، قال الناس آمنا برب الغلام، كل الناس. فأتي الملك فقيل له من بطانته، بطانة السوء، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، ما كنت تخافه أيها الملك، كنت تخاف أن الناس يؤمنوا بغيرك، أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر الملك بالأخدود، وهي حفر عميقة بأفواه السكك على مدار تلك المدينة، فأضرمت فيها النيران. وقال من لم يرجع عن دينه، أي دين الغلام، فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست فتباطأت أن تقع فيه، ترددت هذه المرأة ومعها الصبي. وهنا من كرامات في هذه القصة، فالصبي ماذا قال؟ فقال ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، أي على النار، فقال لها الغلام أي صبيها، قال يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه الإمام مسلم. ماذا نستفيد فيما تبقى في هذه الحلقة المباركة وفيما تبقى من قراءتنا لهذا الحديث الشريف؟ أول من أحد الفوائد خوف أهل الباطل من أصول الإسلام في الانتشار، وهذا واضح على مر العصور والأزمان، أنهم يخافون من أن ينتشر الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نور الله سبحانه وتعالى ودينه لا ينطفئ، لأنه هذا النور مستمد من النور سبحانه، الله نور السماوات والأرض. كذلك من الفوائد التي نأخذها من هذا الحديث ونعلمها هي استمرار مسلسل التعذيب في التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى للمرء ولهذا الغلام. أرادوا أولا بادئ ذي بدء عذبوا جليس الملك أمام الغلام، ثم عذبوا وقتلوا الراهب، ثم أخذوه في 3 محاولات لقتله أو محاولتان لقتل هذا الغلام ولم يفلحوا، وكل ذلك والغلام ينظر ومصر على هدفه الذي قدره الله سبحانه وتعالى ودبره له، يمشي إلى الملك ويقول اللهم كفانيهم الله تعالى. كذلك من الأمور ثبات الراهب الذي قيل له ارجع عن دينك، فلم يأخذ هذا الراهب بالرخصة بأن يقول أنا كفرت بما آمنت، لكنه لم يرجع هذا الراهب كما في القصة في الحديث، لم يرجع عن دينه ولم يثنيه العذاب، بل شق
وأخذ المنشار وشق في مفرق، وضع في مفرق رأسه وشق هذا الراهب إلى شقين ولم يرجع عن دينه. وهكذا الثبات على الحق. ولنا أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم أولا، وفي الأنبياء أجمعين صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم ثبتوا على الحق. ومن ذلك كذلك ثبات الصحابة وثبات تابعي التابعين وتابع التابعين، كل ذلك لم يثنهم أن يثبتوا على الحق. ولنا من أمثلة ذلك الإمام أحمد وثباته مع الخليفة المأمون، ثم الخليفة المعتصم، ثم الخليفة الواثق، كل ذلك ليثنوه عن قول الخلق بالقرآن. كذلك من التطبيقات والسنن التي نأخذها من هذه القصة سنة الابتلاء وسنة الاختبار. الحق في هذه الدنيا هو مدافع للباطل، كما أن الخير مدافع للشر، وكما أن الإيمان مدافع لأهل الكفر والعصيان. هذه سنة باقية أعزائي المشاهدين لا يراها إلا من أطفئ قلبه، سنة الابتلاء. بل كذلك لو كان الابتلاء أعزائي المشاهدين في أبسط أمور الحياة، قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا مستراح إلا تحت شجرة طوبة في الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. الدنيا دار كبد ودار ابتلاء، وأهل الحق ليعلم كيف ترفع منزلتهم في الجنة إن لم يبتلوا، كيف يعرفون بأنهم على الحق إن لم يبتلوا ويختبروا ويمحصوا، كيف يزيد ثباتهم وتمسكهم بالله سبحانه وتعالى، وترغم ألسنتهم على الدعاء والتمسك بحبله الوثيق سبحانه وتعالى، إلا أن يسلط الله عليهم من أهل الكفر والنفاق والعصيان ليثبتوا على الحق. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وكذلك قال ربنا كذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه هي سنة الابتلاء. كذلك من التطبيقات والفوائد التي نأخذها لا يأس مع الحق. قال ربنا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لم ييأس هذا الغلام فأن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى الناس، وإلا كان أن يكفيه أن يأخذ رخصة وأن يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى والإيمان به من أول محاولة تعذيب أمام عينه، بل من أول محاولة لقتله وثنيه عن قول الحق وثباته على الإيمان. لكنه هذا الثبات لا يثبته إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك قول الغلام في كل مرة يركب فيها قطار الموت يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. هذا هو الحبل الوثيق وسلاح المؤمن، كما في الأثر: سلاح المؤمن الدعاء، سلاح المؤمن الدعاء. اللهم اكفنيهم بما شئت. كان الفزع إلى الدعاء، الفزع إلى رب الأرض والسماء. وكذلك نستفيد من قوله: اللهم اكفنيهم بما شئت التقيد بالسنة حتى في المصائب، وعدم التعدي في الدعاء. كان يمكن أن يقول كما بعضهم إذا أصيب بظلم أو أصيب بمصيبة من أحد الأشخاص، ماذا يقول؟ اللهم جمد الدم في عروقه، أو اللهم يعني لتأخذه سيارة. يدعو على الظالم الذي ظلم هذا الإنسان. أحدنا يدعو بتفاصيل في الدعاء، ويكفيه من سنته صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنيهم بما شئت يا ربنا سبحانه وتعالى من شر، اللهم اكفنيهم بما شئت. فكفاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله كاف عبده.
قال ربنا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله كاف عبده سبحانه وتعالى الحي القيوم. ولنا كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. في أول معركة في الإسلام، معركة بدر، كان نبينا صلى الله عليه وسلم على العريش يدعو كثيرا حتى سقط رداءه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو صباح مساء في كل ما يلم به، في كل أمر يحزبه، كما في الأثر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة فيها من الدعاء. كذلك من الفوائد التي نستلهمها عودة الغلام إلى الملك بعد فشل المحاولات، دليل على الثبات والصمود وإيصال الرسالة للناس مهما كلف الأمر. هذا هو الذي يريد أن يوصل رسالة الحق، أن يوصلها مهما كلفه الأمر، وإلا كان اكتفى أو اختفى. لكنه يذهب الجبل يرجف بهم ويسقطون من الجبل، ثم يأتي ماشٍ إلى الملك برجليه، ثم يأخذه إلى وسط البحر وتسقط السفينة، ويذهب ويرجع إلى الملك برجليه. كان حري في حقه أن يختفي في عرف الناس، أن يختفي، لكنه أبى أن يختفي أو يكتفي إلا بالله سبحانه وتعالى، أن يصل هذا الحق والإيمان إلى الناس والمعمورة. كذلك من الفوائد تعليم الغلام للملك طريقة قتله، فيها عدة أمور. تعليم الغلام للملك طريقة قتله، كيف أن يقتله، فيها عدة أمور وفوائد، منها نيل الشهادة في سبيل الله بتبليغ هذا الدين. شرف عظيم أن يموت المرء مبلغا لرسالات الله سبحانه وتعالى. وما وصلنا هذا الدين العظيم إلا بتضحيات الرجال والنساء، بدءا من الأنبياء صلوات الله عليهم إلى أن تقوم الساعة. ما وصل هذا الدين أعزائي المشاهدين إلا بتضحيات، إلا بدماء، إلا بحسن خلق، إلا بقول حق. هذا الدين العظيم. ولذلك نيل الشهادة في سبيل الله وأجر الشهيد في سبيل الله معلوم للكل، والله سبحانه وتعالى امتدح الشهداء والذين يقتلون في سبيله. كذلك إيصال الرسالة، وهذا من ذكاء الغلام، إيصال الرسالة الخالدة بوحدانية الرب سبحانه للملك خاصة وللناس عامة. كان يمكن، لأن الغلام لم يطمع في أن يسلم أو يؤمن هذا الملك بدينه، لكنه طمع في الناس، ولذلك قال له، وهذا من ذكاء وأسلوب إيصال الرسالة في دعوة الناس، قال له اجمع الناس في صعيد واحد في أرض منبسطة لكي يرى الناس ماذا سيحدث. وهنا كانت، تخيلوا أن استشعروا أعزائي المشاهدين بأن لكي تصل رسالة الحق هو أن يقتل صاحب الحق. أمر عظيم وخطم جليل، إنه الإنسان كيف هذا الغلام الداعية أن يصل به أن يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى ويوصل رسالة الحق بأن يدل الملك على طريقة قتله وتوديعه لهذه الحياة الدنيا. فمجرد ما ودع هذا الغلام جسده الشريف هذه الحياة الدنيا، وقع أمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره بأن آمن الناس. كذلك ولذلك موسى عليه السلام، من ذلك في كتاب الله سبحانه، موسى عليه السلام، نبينا موسى عليه السلام، ماذا قال لفرعون؟ قال له اجمع الناس في صعيد واحد وليأتوا صفا لكي يقارع سحرة فرعون. فلما جاء موسى وقدر الله سبحانه وتعالى وأعانه على سحرة فرعون، ماذا قال الناس؟ أولهم من تأثر بدعوة موسى هم سحرة فرعون، آمنا بربنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كذلك
من الفوائد والدروس معيار الخسارة والفوز. أعزائي المشاهدين، ما هو معيار الخسارة والفوز في هذه القصة المباركة؟ الغلام قد خسر جليس الملك أمامه وفقده، وفقد معلمه وهو الراهب، وهو يعلم بأنه سيفقد نفسه وروحه التي يحملها بين جنبيه. كل ذلك يعد في معيار هذا الغلام وفي معيار أهل الإيمان هو الفوز، وليست هي خسارة. فخسارة النفس والروح مقابل الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو فوز، وهو الفوز الحقيقي. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموطن ذلك الفوز الكبير. الفوز الكبير، الله سبحانه وتعالى يذكر الفوز العظيم، لكن لم يذكر سبحانه وتعالى الفوز عده أن موت هذا الغلام، وأن حفر الأخاديد وإضرام النار فيها وتقحم الناس فيها وموت الناس فيها، كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى عده فوز كبير لأهل الإيمان وفوز كبير لدعوة الحق سبحانه وتعالى. ذلك الفوز الكبير، هذا هو معيار الفوز والخسارة. كل الخسارة ألا يجد الإسلام أهلا أن يتبعوه وأن يضحوا في سبيله. كل الخسارة أن الإنسان لا يبلغ دين الله سبحانه وتعالى على ما معه من جهد مقل، كل ذلك يعتبر خسارة. والفوز هو من بلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى لو فاضت روحه في سبيله سبحانه وتعالى. كذلك من التطبيقات كذلك بطانة السوء، الحذر من بطانة السوء ومن جليس السوء ومن أهل السوء، وهم كانوا جلساء الملك الطاغي. وذلك لما جمع الناس هذا الملك في صعيد واحد وآمن الناس، ماذا قالوا؟ ذهبوا مسرعين إلى الملك فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. يعني أرأيت مما كنت تخاف منه؟ كنت تخاف أيها الملك من أن الناس لا يؤمنوا؟ ها الآن آمنوا. يبشرك بأن الناس الآن آمنوا. قد وقع ما كنت تخافه، والله مدبر سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين. وهذه بطانة السوء كانت كذلك في عهد فرعون. قال ربنا: ماذا قالوا بطانة السوء لفرعون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هذه بطانة السوء، نعوذ بالله من بطانة السوء. كذلك من الفوائد التوكل على الله سبحانه وتعالى بقول الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. كذلك من الدروس حفظ الله للدعاة الصادقين ولأوليائه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عباده، وقوله سبحانه وتعالى لما خاف موسى وأخيه من بطش فرعون، لما قال له ربنا سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فخافوا، لكن قال ربنا لهم: إنني لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كذلك الإنسان أن يعيش المرء من عاش لغيره مات عاش كريما ومات عظيما، ومن عاش لنفسه ما عاش صغيرا ومات حقيرا. أخيرا أهمية تربية الأبناء وغرس الإيمان في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعزائي المشاهدين، هنا يكون قد استكملنا سورة البروج، وأخذنا على مدار حلقتين فيها من العبر والمواعظ. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، وأصابنا الله من مواعظ القرآن التي تؤثر في قلوبنا، وجمعنا الله وإياكم على الخير وإلى الخير. أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدي
يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور